في الفيديو ده هتكلم عن ازاي تقدم في كلية هندسة او في اي معهد او في اي كلية من غير ما تسجل رغباتك، ومن غير كمان ما تروح تسجل في مكتب التنسيق او يطلع لك بطاقة ترشيح. بس في البداية ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. في البداية كده هحكي لك حدوتة صغيرة او قصة صغيرة حصلت معايا انا شخصيا، علشان هو ده الهدف من الفيديو بتاع النهاردة. انا يا سيدي لما اتخرجت من تالتة دبلوم كنت جايب تقدير 74.5%. تقدير 74.5% ده انت حرفيا دلوقتي ممكن تكون جايب تقدير اعلى من كده بكتير، ممكن تكون جايب 80%، جايب 85%، وناس كتير قوي بتزعل وزعلانة من التقدير ده. فانت احسن مني بكتير جدا، انا واحد كنت جايب 74.5%. المهم يا سيدي لما رحت عشان اسجل الرغبات بتاعتي في الفترة اللي انت دلوقتي بتسجل فيها الرغبات، والدي هو اللي راح سجل لي الرغبات بتاعتي، وللأسف حصل خطأ كارثي. ده احنا شفناه بعد كده لما طلع لي بطاقة الترشيح. طبعا انا جايب 74.5 دول يعني انت حرفيا بكبيرك قوي تلحق معهد نظم ومعلومات، تلحق معهد فن صناعي، الكلام اللي انا بعد كده بقيت افهمه. تمام. فانا والدي راح حط لي في تسجيل الرغبات بتاعتي، حط لي المعاهد الفنيه الصحيه كلها اللي بتقبل من 94 و95، حطهم كلهم في الاول، وبعد كده راح حط المعاهد العاليه للهندسه اللي بتقبل من تقديرات عاليه، وبعد كده حط بقى معهد نظم ومعلومات، واي حاجه تيجي قدامنا في الرغبات كانت بتتحط بشكل عشوائي. ولما طلع لي بطاقه الترشيح بتاعتي يا صديقي لقيت نفسي جاي لي معهد نظم ومعلومات عندنا هنا في المنصوره. ولما والدي عرف ان انا جالي معهد نظم ومعلومات قال لي انت مش هتكمل تعليمك، خلاص على كده وشكرا، واقفل الملف بتاع تعليمك ده، واسحب الملف بتاعك من المدرسة، وهتوقف دراسة وهتوقف تعليم. وبالفعل قعدت لمدة سنة كاملة من بعد 2016، من ساعة ما اتخرجت قعدت سنة كاملة وقفت تعليمي، وبدأت انزل اشتغل علشان بقى اشوف دنيتي وجيشي. وفعلا قلت تماما ان انا ما عدتش مكمل تعليم، لحد ما صدفة كده حصلت عامة، يعني مش هتطرق للموضوع لان هبقى اتكلم عنه بالتفصيل الممل. عرفت عن حوار المعهد الفن الصناعي اللي بعد كده بدأت ان انا اسعى ان انا اقدم فيه، وبعد كده دخلت المعهد الفن الصناعي بعد ما قعدت سنة من التعليم. ولكن اللي حصل هنا بقى هو الهدف والشاهد من الفيديو بتاع النهاردة، ألا وهو لما أنا رحت بعد كده في المستقبل أقدم في المعهد الفن الصناعي، قالوا لي للأسف الشديد أنت مش هتقدر تقدم في المعهد لأن أنت مثبت في معهد اسمه نظم ومعلومات المنصورة، لأن أنت طلع لك بطاقة الترشيح بتاعتك في معهد نظم ومعلومات المنصورة، فأنت بالتالي مثبوت عندهم على السيستم هناك إن أنت متاح عندهم ومتوفر عندهم، وإن أنت المفروض أصلا تكون متواجد عندهم. فبالتالي لو انت حبيت ان انت تقدم في المعهد الفن الصناعي اللي انت عايز تقدم فيه دلوقتي، فبالتالي انت مجبر تروح مكتب التنسيق في المطرية علشان خاطر يطلعوا لك بطاقة ترشيح جديدة تثبت ان انت التقدير بتاعك أهلك فعلا ان انت تدخل المعهد الفن الصناعي بتاعنا. والكلام ده كان في معهد فن صناعي الزقازيق. وبرضو كنت رحت معهد المحلة ولكن مرضوش يقبلوني علشان خاطر كنت ناقص حوالي درجة او درجتين، وكان التنسيق بتاعي ما كانش هيسمح لي ان انا ادخل معهد فن صناعي المحلة. ولكن الشاهد من اللي انا بقوله ده كله ان انا بقيت مجبر ان انا فعلا اسعى في الاجراءات، ان انا اروح المطرية واروح ادور على مكتب التنسيق، واروح مكتب التنسيق هناك اللي هو المقر الرئيسي اللي بيطلع منه بطاقات الترشيح، علشان خاطر يلغوني اصلا من الاساس من معهد نظم ومعلومات، ويسحبوا من هناك بطاقة الترشيح الخاصة بي علشان ما يبقاش ليا اسم تماما في معهد تاني، علشان يطلعوا لي بطاقة ترشيح جديدة وملف جديد يبعتوه لمعهد فن صناعي الزقازيق علشان ابقى مثبت ان انا موجود في معهد فن صناعي الزقازيق واقدر اكمل التعليم بتاعي في معهد فن صناعي الزقازيق. انا بقول الكلام ده ليه يا جماعه؟ لان في ناس كتير جدا منكم بتسالني في الكومنتس وبتبعت لي على البرايفت هل ينفع ان احنا نقدم يدوي ورقنا كده نروح نقدمه يدوي في اي معهد احنا عايزينه او في اي كليه احنا عايزينها؟ طبيعي يا جماعه لا، ما ينفعش، لان انت لازم يطلع لك حاجه اسمها بطاقه ترشيح من وزارة التربية والتعليم بتثبت فعلا ان انت تقدر تدخل المكان ده او ان انت ما تقدرش تدخل المكان ده، لان بناء على تقديرك وتسجيلك للرغبات واختيارهم للرغبة المناسبة مع التقدير بتاعك هيتم ترشيحك للمكان ده. ولما يتم ترشيحك للمكان ده اوتوماتيك
بطاقة الترشيح اللي انت المفروض هتستلمها او هتطبعها من بعد ما انت تكون سجلت رغباتك وتقعد شوية لحد ما ينزل لك بطاقة ترشيح، المكان اللي انت هينزل لك في بطاقة الترشيح اوتوماتيك اسمك بيروح على السيستم هناك في المعهد او الكلية اللي جات لك، بيكون مظبوط هناك ان الطالب الفلاني ده متواجد عندنا بالفعل. الا لو انت بقى عملت تحويل او ان انت مثلا قعدت حوالي سنتين ما بتحضرش فاسمك بيسقط من السيستم من عندهم، او ان انت بقى رحت مكتب التنسيق وطلبت منهم ان هم يطلعوا لك بطاقه ترشيح جديده علشان تحول لمعهد تاني وتقديرك يكون جايبك ان انت تروح المكان ده. فبس هو ده اختصارا للكام سؤال اللي انتوا بتسالوه لي في الكومنتس وفي الفتره اللي فاتت على البرايفت، ان انت ما ينفعش اطلاقا بالذات في المرحله القادمه من حياتك، المرحله المتقدمه شويه من التعليم بتاعك، لان كل حاجة حرفيا بتبقى معتمدة على التنسيق وعلى رغباتك وعلى تقديرك. ما ينفعش تروح بورقك كده وبالشهادة بتاعتك بتاعت الثانوية او بشهادة الدبلوم بتاعك وتروح تقول لهم والله انا عايز اقدم يدوي. خلي بالك انت كده اصلا طبيعي 100% انت هتقدم ورقك يدوي مش الكتروني. انت هتروح تاخد ملفك وشهادة الميلاد بتاعتك وكذا صورة وشهادة النجاح بتاعتك، هم هيطلبوا منك الاوراق المطلوبة منك، ولكن انت كده اصلا هتروح هناك في الشؤون في اي مكان انت هتروحه وهتقدم بالفعل يدوي. ولكن بتقدم بناء على ايه؟ مش بناء على مزاجك، بتروح تقدم بناء على بطاقة الترشيح، لان بطاقة الترشيح ديت اولا اللي بتبقى معاك بتثبت ان انت في المعهد، ثانيا دي اللي انت اصلا بتدخل بيها بيسمحوا لك، لان انت طبيعي بتبقى لسه داخل المكان جديد، مفيش معاك كارنيه، مفيش معاك اي حاجه تثبت ان انت هناك. اللي بيثبت ان انت في المكان ده هي بطاقه الترشيح اللي انت بتطلعها، وبتبقى معاك كمان في الملف بتاعك اللي انت بتقدمه علشان يبقوا عارفين ان انت موجود عندهم في المعهد. وكده اصلا كمان اسمك بيكون على السيستم هناك من قبل ما انت كمان تروح تقدم، لان بطاقه الترشيح طلعت وانت اسمك موجود في المكان ده. بس كده يا جماعه، ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. ما تنساش ان انت تعمل لايك للحلقه، وان شاء الله استنوا فيديوهات كتير جدا الفتره اللي جايه عن مواضيع مهمه جدا حابين ان احنا نتكلم عنها. ويا رب ان شاء الله باذن الله يوفقكم كده في الفتره اللي جايه من حياتكم. اي حد بيتمنى اي حاجه ان شاء الله ربنا يوفقه فيها. اشوفكم على خير في الحلقه اللي جايه، في امان الله.